السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي بغيت نهضر معكم فيه ولا نبارطاجي معكم فيه واحد لاستيوس اللي سحري، يعني واحد الحيله سحريه اللي ممكن انك تفاليدي بها. هي ماشي حيله بصراحه، انما نصيحه اللي بغيت نبارطاجيها معكم ومهمه بزاف. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا، بالنسبه للطلبه والطالبات اللي باغيين يجيبوا نقاط اللي مزيانه ونقاط اللي مشرفه، كنديروا واحد العرض الخاص بدروس الدعم اثمنه جد رمزيه. كنخدموا حتى مع الناس اللي عندهم مشكل. هذا العرض غادي يمكنك ولا غادي يخليك ما تبقاش تحتاج انك تمشي لافاك، لان العرض غادي تلقى فيه كاع داكشي اللي بغيتي، والاثمنه ديالو كيف ما قلت لكم رمزيه. للمزيد من المعلومات يكفي فقط انكم تتواصلوا معنا على الواتساب، باش هكا نقدروا نشرحوا لكم اكثر. الفيديو ديالنا على بركه الله. بالنسبه النصيحه باش انك تواليدي في لافاك، ماشي غير في لافاك، انما في لافاك، في الفيستيف، اي حاجه كتقرا فيها واي حاجه فيها دي زيكزارسيس وفيها دي زيكزام وفيها دي كونترول، بغيتي تفاليدي، قبل ما تبدا تجاوب حط راسك في بلاصه الاستاذ باش نكونوا متفقين. لان الاغلبيه ديال الناس ما كيفاليديوش بسبب اش؟ بسبب الزربه، بسبب الخط، وبسبب الورقه ديالهم. تخيل معايا ان الاستاذ عنده 1000 ورقه خصو يصححها وواحد الوقت اللي محدد، دونك انا ما غاديش نبقى مكونسونطري مع كل ورقه بوحدها وكل كلمه خصو يحققها. لا راه هذه وقيله سيلول، لا وقيله هذا تيسيو، وقيله هذه، وقيله هذه رئيس، وقيله هذه اكراي. لا، دونك البروف ما كيبقاش يدير هكا نظرا لضيق الوقت. الله يحسن العوان، 1000 ورقه خصك تصححها تقريبا في واحد اليومين ولا في واحد 3 ايام، راه صعيبه بزاف. دونك خاصك تكون حاط راسك في بلاصه البروف، تكتب بخط مقاد، تكتب بخط منظم، الورقه تكون منظمه وباينه، ماشي ليكزارسيس الاول في لاباج الاولى وفي ليكزارسيس الثاني في لاباج الرابعه وليكزارسيس الثالث في لاباج الثانيه ويكون داكشي مرون. لا، اكزارسيس باغ اكزارسيس، كاستيون باغ كاستيون. مثلا في ليكزارسيس الاول ما عرفتش نجاوب ديال لا كاستيون الثانيه، نجاوب على لا كاستيون الاولى، نخلي البلاصه ديال لا كاستيون الثانيه وندوز لا كاستيون الثالثه ونخلي واحد ليسباس صغير وندير ليكزارسيس الثاني، ونبقى غادي ايطاب باغ ايطاب، ماشي نقز ونرون الورقه ديالي. دونك نحط راسي في بلاصه البروف، وخاصك تكون عارف ان البروف ما غاديش يبقى داير مع الورقه ديالك. دونك بانت ليه وفهمها وعرفك شنو بغيتي تقول، راه تيصححها لك. ما بانتش ليه وما فهماش وما فهمك شنو بغيتي تقول، راه يضرب لك عليها تو سامبلومون. دونك ردوا البال مع هذه القضيه، لان بزاف ديال الناس تيقول لك انا جاوبت مزيان وخدمت مزيان ومأكد من لي ريبونس ديالي، ولكن ما فاليديتش ولكن جبت نقطه خايبه او لا. دونك راه هذا هو السبب الرئيسي. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. الله يوفقكم، الله يسر لكم، وكنتمنى لكم الخير.